الأغنية عشرين فعلوا معها شوية لأنها جاتنا من هذه المنطقة، هذه جاتنا من قرديش. أثناء الحملة الانتخابية بلا مقصد هذا الرسالة واحد. كنت ماشي نوزع وعيطوا لي الإخوان قالوا لي قرديش هذا الإخوان طولوا واحد شوية بلي عطاوني هذه الهدية. ملي سمعتها عرفت بلي غنوصلوا إن شاء الله. اللي كيتفاعل معاك هو كيبالغ، هو كيخدم، هو كينتج، هو كيبدع، هو كيقول لك بلسان الحال ديالو خدمت وحنا خدامين بيك وبلا بيك. هذيك الوليد اللي لقينا قبيله وردينا الوالده ديالو غير دابا بغيت دابا وزيد على التريفات هنا وفي المستعلم كلشي واحد يقول خدام في طرامه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وعلى إخواني أخواتي. أول ما جيت داخل لقيت بعض الإخوان واقفين بالباب. الإخوان المسلمين ما يجيهم الخير ضربوا حتى في القاعة ولا في الشركات، ولكن ما يمكنش واحد الإنسان جا عندك وبغى يدخل تقول له لا لقى كرسي يجلس، ما لقاش بغى يوقف، بغى يمشي بخاطره يمشي بخاطره، يجي باش يشوفني ونسد عليه الباب، هذه ما يمكنهاش تكون. أنا بغيت نقول لكم بداية الوقت قالت واحد القضية، قالت في الليل القيادة بغات تثبت لنا الرئيس ديالها ولا الرئيس ديالها، هو الحق أنا ما غير فاهمين حاجة، ولكن نقول لكم الحقيقة هي أنني أنا اللي اخترت نمشي لها. القيادة كان عندها اقتراحات أخرى
لا هذا شيء سياسي أو أنها لا يمكن ديالها لعلهم راعوا باش قد يستنقذ المستقبل، ولكن نسيت الأسباب كثيرة منها الأهمية ديال هذه المنطقة هذه الجهة، منها المحبة الحارة اللي كنقول حارة راه كنقولها باللغة العربية وبالدارجة. فهمتوني ولا ما الناس قولي يا أستاذ ساعة فلانية على تقول وجيت باش نتأكد من هذا الموقع باللي الساكنة ديال وجدة والمتعاطفين مع الحزب والأعضاء ديالو هما مع الحزب كما خلقه الله. هذا الحزب اللي باني المنهجية ديالو على ثلاثة ديال القواعد. الأولى هي المرجعية الإسلامية، والثانية هي الوحدة الوطنية، والثالثة هي الملكية الدستورية. لهذا هذا المجلس ديالي لكم اليوم هو وفاء في النهاية، تستحقوا كل خير. بطبيعة الحال في المراحل السابقة ربما كان الكلام سهل، كنا في المعارضة اللي كتكون في المعارضة سهل باش تقول للناس هذاك الترجمة ماشي في بلاصتو، هذا الباب ما خصوش يكون هنا، هذا السقف عالي بزاف ولا هابط بزاف، وهذا الكراسة كان خاصو يكون خضر ماشي حمر، سهل. لكن ملي كتولي في المسؤولية الناس ما يبقاوش مستعدين باش تقول لهم كلام، لابد تقول لهم شنو تدير، ولابد تقول لهم شنو باغي دير، لأنهم عندهم الإدارة. وأنا غنقول لكم سمحوا لي، شفتيو العدد ديال الناس اللي مع الدخول الواحد جاب لي رسالة ولا ملف ولا ورقة ولا غير صورة ديال أنا باغي نقول لكم لو كان هذوك اللي سبقونا في مختلف مستويات المسؤولية الحكومية اللي كتولوها اليوم كانوا يسبقونا على مدى 50 سنة، لو كان قاموا بالواجب ديالهم على الوجه الصحيح واش غادي يبقى المطالب كلها تنجي على الجهات؟ هذا اليوم جاي باش نكتبوا واحد الرسالة أساسية غادي نقولها لكم إن شاء الله في الآخر ديال الكلمة ديالي، ولكن نتكلم معكم بالمعقول بالوضوح بالصدق. حاجة واحدة اللي خصكم تتأكدوا منها، وأنه أنا عمرني ما غادي نكون مسؤول عليكم مرة ولا في عرض، أنا غنبقى معكم ومحبكم. أنا كنت عارف هذا الشيء،
يخليك اخواني يخليك الناس طيب وانا غادي نتكلم اللي غيرجع عنده القاعه غادي نتكلم. والان القاعه هي اللي غادي تقول الراي ديالها، ما غاديش نتكلم تقول الراي ديالها، ما غاديش نتكلم تقول الراي. الآن رفع داك الشعار رفع الجوش عفوا واو
يكلمك زكي زكي الو ده صاحبي امين إلى قوله سبحانه هذاك لا في تنك لا مصطلح تريد تذكرني الشوق لا اسمع الكلام انا عارف لا الحين لو كان هذا خليوهم على صفرة الدنيا إذا كانت هذه التجربة الشعب المغربي هو الذي سيدافع عنها. إذا كان بعض أبناء الشعب المغربي يريدون نسفها فلن نتعرض له إلا بالطرق القانونية والإطار الشرعي، ولهذا فليكونوا مطمئنين في العدالة والتنمية. عارف اللي ممكن بعض الإخوة يكونوا خلوق باش يديروا الحالات السياسات، ومع ذلك لا بد أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية. التجربة ديال الشعب غادي يحكم على كل طرف. إذا كان عندكم مشكل يسكنين أنا غنجاوبكم كنتو خمسوا لي. قالوا ما كنخافش منكم، ما كنخافش بالشعارات ديالكم. انتم خاصين وهذه الصواب. والشعب الكثير اللي حضر باش يسمع ليا واللي ما نصرتش معاكم نصرت معايا ويقولها ولا ما يقولها.
نقول لكم باغي نقول كافة اللي باغيين واللي باغيين يفوتوا على الحكومة واللي باغيين يفوتوا على الحزب ما تصدونيش شعبي أكثر من اللازم. أنا ما بغيتش حتى شي واحد يفوت فيه ولا يدي لا بغيتيو كتجيو تفوتوا عليا الناس غيقولوا هاد السيد بغى الخير وشي وحدين ما بغاوش يخليوه يديروا. أنا جئت بإرادة الشعبية لمدة 5 سنوات وسوف أنتظر بالقيام بواجبي ما دام الشعب يريد أن أنتظر ولن أبالي بالمشوشين ولا بمن يقتلونهم لن أبالي بذلك. أنا أقول للإخوان نهار اللي كان المؤتمرات ديال الحزب نهار اللي كان الأحزاب السياسية البعض منها كتجيب خلاف ديال البترول باش تطبق سفينة فين كانت هاد الشجاعة كلها؟ هذا كلمة جميعا أنا عارف هناك الشعب عرفهم الله يكون بالعون عندكم مشاكل ولكن تكون هذه الأمور تجيب الطريقة التي ما الطريقة إذا كانت ديمقراطية اخوان اللي حاطين مع الاخوان اللي كيغوصوا يبقاو يغوصوا يعدوا يلا عدوا
قولوا لنا ولا شموية بوا الاخوات المحترمين، قولوا لنا اش بغيتو تحتكموا. انا غنقترح عليكم واحد القضيه، ديروا ملتقى ديالكم نتوما ولا غنجي لعندكم. عادوا الاخوات اللي هازين هذيك اللابسات، ديروا ملتقى ديالكم نتوما بوحدكم ولا غادي نجي لعندكم. وشوف نديروا واحد القضيه انا وياك، شوفوا شي وحدين منكم يجيو نديروا ندوه تلفزيونيه انا وياهم. انا قادر كرئيس الحكومه المصريه.